في قلب طيبة القديمة أيام ما كانت الشمس بتشرق على معابد الذهب والنيل بيحكي أسرار لكل اللي بيسمع. كانت في أميرة اسمها نيفيرا. نيفيرا ما كانتش شبه باقي الأميرات. من وهي طفلة كانت دايما بتجري ورا الطيور، تسمي القطط وتغني للحجارة. كان في قلبها شوق لحاجة مش مفهومة، حاجة أبعد من القصر والحلي. أبوها الملك أمنحتب كان بيحبها جدا، ولكن دايما شايف إن قلبها الضعيف ممكن يهدد استقرار المملكة. حاول يعلمها السياسة والحسابات، لكن هي كانت بتهرب وراء أعمدة المعبد أو تركب قارب صغير لوحدها في وسط النيل. وكانت أمها الملكة تي شايفة إن البنت دي مصيرها مختلف، بس مش قادرة تغير رأي الملك. نيفيرا ما كانتش لوحدها، كان عندها خدامة وصديقة اسمها تيا، بنت من عامة الشعب، لكنها كانت أذكى من كتير من الكهنة نفسهم. تيا كانت دايما بتنصح نيفيرا، بتحذرها من الأحلام اللي بتشوفها، الأحلام اللي فيها دم وسيوف وتماثيل بتعيط. كانت دايما مش متفائلة خالص بالتماثيل اللي بتعيط. وفي يوم من الأيام وهي ماشية في الجنينة الملكية بعيد عن عيون الخدم، شافت حركة بين الأشجار. كان تعبان كبرى طويل رايح ناحيتها، اتجمدت مكانها، لكن قبل ما الكبرى تهجم سهم طار من بعيد قتلها. بصت نيفيرا لقيت جندي صغير مش معروف واقف عمال بيشد في نفسه كأنه عمل جريمة، مع انه هو اللي أنقذها. الجندي ده كان اسمه خبرو، ومن هنا بدأت حكايتهم.